شنو ديري الا كنتي مختلف والى العالم كامل باغي يصفيها لك غير على ود شي حاجه تولدتي بها؟ هو ما طلبش يكون قوي وما طلبش يكون مطارد، ولكن القدر عطاه قوه وخلى الاختيار بين الهروب والمواجهه. القصة كتبدا في جامعة فين ديفيد غير طالب بسيط وما عندوش فلوس بحال صحابو وما يقدرش يمشي للمطاعم الغالية ولا الحفلات، ولكن كيكون كيبغي واحد البنت سميتها ميلي وكيعرف باللي عزيز عليها السفر. شرا ليها واحد الكرة ديال الثلج، هدية بسيطة ولكن من القلب. ميلي تأثرات، ولكن مارك ما عجبوش الحال، بالحسد خطف منه الكرة ورماها فوق بحيرة مجمدة. ديفيد ما قدرش يخليها وجرى باش يرجعها، ولكن غير شدها تهرس الثلج تحت رجليه وطاح في الماء باردة. ميلي جرت عليه خايفة، ولكن ديفيد كان محاصر وبان انه غادي يغرق. فجأة كلشي ولا كحل، ملي حل عينيه لقى راسو في مكتبة عمومية، كله فازك وسط الكتب وكيكون حاير. قبل لحظة كان غادي يموت ودابا واقف وسط مكتبة بحال ما واقع والو. الناس اللي حداه تحيروا كيفاش بان فجأة. ديفيد خرج كيجري ومشى للدار وهو مازال ما فاهم والو. في الدار كيعيش مع باه ويليام، والام ديالو مشات وخلاتهم من سنين بلا ما تشرح ليه علاش. داك الليل ويليام يروح يتجمع معطل، ولكن ديفيد كان مشوش بزاف وما تكلمش. طلع لبيت النعاس، ولكن ملي ويليام حل الباب ديفيد ما كانش، تبخر بلا ما يعرف. ديفيد تنقل مرة أخرى ورجع للمكتبة. هاد المرة بدا كيحاول يفهم البلان. القوة اللي عنده ماشي تخيل، راه حقيقة وكيمكن يتحكم فيها. من يتأكد من هاد الشيء تبدل كل شيء. ديفيد قرر أنه ما يبقاش يعيش حياة مملة. في الغد خلى الكرة ديال الثلج قدام دار ميلي وجمع داكشي اللي عنده د الفلوس وهرب بلا ما يقولها حتى واحد، حتى الأب ديالو. ديفيد كرا اوطيل بعيد على الدار وبدا يدرب راسو، ولا كيركز مزيان وكيتعلم كيفاش يتنقل من بلاصه لبلاصه. عرف انه يقدر يتنقل غير الاماكن اللي شافهم بعينيه، ما يمكنش يتخيل بلاصه ويسافر ليها، خاصو صوره واضحه في بالو. ولكن مع التحسن ديالو بدا مشكل جديد. الفلوس قربوا يساليو، جاتو فكره باش يدخل الخزانه ديال البنك ويسرق الفلوس. باين خطير، ولكن مع القوه ديالو كلشي ممكن. دار خطه مزيان، مشى للبنك كانه زبون وطلب يمشي للمرحاض. وفي هاد اللحظه تسلل وتفرج في خزانه البنك مزيان وحفظ كل التفاصيل. في الليل تنقل مباشره للخزانه، شاف الفلوس قدامه، بدا كيعمر واحد في البيت تعمروا بالفلوس. رغم ان البنك كان فيه حراسه مشدده، البوليس ما قدروش يفهموا شنو وقع. تدخل راجل سميتو رولاند، ماشي غير محقق ولكن بلادين، وملي شاف الادله فهم دغيا بلي هذه خدمه ديال جامبل. في هذا العالم الناس اللي تزادوا بقدرات خارقه ديال التنقل كيتسموا جامبرز، واللي كيطاردوهم وقتلوهم كيتسموا بلادينز. ورولاند كان من اخطر البلادينز في العالم. رولاند عرف دغيا بلي هذه خدمه ديفيد، ولكن ديفيد ما كانش عارف ان شي حد تابعه. كان عايش حياه الرفاهيه والمغامره، بيته عامر بالتصاور ديال بلايص من جميع انحاء العالم، وكل صوره كانت بمثابه باب باش يتنقل، ولا كيتنقل حتى لابسط المهام. وهكذا 8 سنين. في هاد 8 سنين ديفيد ولا محتار في قدراته، سرق من عدد كبير من الابناك في العالم وعمر بيت كامل بالعملات المختلفه. حياته ولات بحال الخيال، كيفطر في باريس، كيتغدى في طوكيو، ويتعشى في نيويورك في نهار واحد. ولا رحال حقيقي كيعيش بلا حدود. واحد النهار في مطعم فاخر تلاقى مع بنت شدت انتباهه من اول نظره. ديفيد ولا تيق في راسو بزاف واللي بغاها ديالو، ولكن ديفيد ما كانش من النوع اللي كيبقى بلاصه وحده. مع طلوع الصباح غبر وجابها في جزر البهاماس. في هذا الوقت رولاند باقي كيدير اللي كيبرع فيه، سيد الجامبرز. في ذاك النهار استعمل الاسلحه الخاصه ديالو، قبض على واحد وقتلو بطريقه وحشيه. البلادين بحال رونالد كيعتمدوا على ادوات خاصه كتعطل قدرات الجامبرز وكتخليهم ما يقدروش يهربوا. ملي كيطيحوا في يديه ما كاين حتى مخرج. رولاند دابا ولا مصير اكثر باش يلقى ديفيد، ومن حسن حظه عرف فين كان ساكن. بلا ما يضيع الوقت اقتحم شقة ديفيد اللي ما كانش عارف شكون هو رولاند بصح، طلب منه بهدوء يخرج، لكن رولاند خرج عصا بحال الكريستال وهجم عليه. الضربه خلات ديفيد مشوش وما عرف ما يدير، غير بصعوبه تنقل لغرفه الفلوس، شد شويه الفلوس والحوايج وهرب. رولاند لاحظ الصور المعلقه في الحيط، صور ديال جميع البلايص اللي يقدر ديفيد ينتقل ليهم. استغلهم وبعت بلادينز لكل بلاصه باش ينصبوا ليه فخ. ديفيد فهم بسرعه انه ما يقدرش يمشي لاي بلاصه من اللي في هاد الصور، فقرر من بعد 8 سنين يرجع للمكان الوحيد اللي ممكن يبقى فيه امين، دار باه ويليام. الاب ديالو حس مباشره ملي ديفيد جا. كان ديفيد كيزورو مرات قليله في هاد السنين، ولكن عمرو هضر معاه
ودابا ملي ويليام تاكد ان ولده باقي حي حس بالفرحه، ومع ذلك ديفيد ما قال والو وسكت ومشى. ولكن هاد المره باش يمشي عند ميلي، الام ديالها ملي شافته حي تصدمات وقالت ليه بلي ميلي خدامه في بار. مشى عندها نيشان وبدا كيراقبها من بعيد، ولكن قبل ما يتلاقاو مزيان مارك داك المتنمر القديم بان من جديد وعرفوا شكون هو. وحتى ميلي قالت ليه راه عقت بك كنتي حاضيني. مارك بدا كيضايق ميلي، وديفيد هاد المره ما قدرش يصبر، تضارب مع مارك وخرجوه من البار وتنقل به لخزنه البنك اللي سرقها من قبل، وخلاه مسدود عليه ورجع عند ميلي بحال ما طرا والو وطلب منها تسافر معاه. ميلي وافقت بلا تردد، وبعد لحظات ركبوا الطياره ومشاو. في هذا الوقت مارك كان طايح في يدين رولاند. عاود للبوليس شنو وقع، ولكن حتى واحد ما تيقو. اما رولاند سمع مزيان، ومن وصف مارك عرف فين كيتخبى ديفيد دابا، وبدا كيحقق حتى على ميلي حيت عرفهم كاينين بجوج. وفي نفس الوقت ديفيد وميلي ولاو قراب بزاف من بعضياتهم. من بعد ايام قرروا يمشيو للكولوسيوم، كاين اجزاء منه ممنوعه على الناس، ولكن ديفيد كان عنده طريقته. بداو كيكتشفوا البلاصه، وفي واحد اللحظه تلاقى مع راجل ما كانش متوقعه سميتو غريفن اللي حتى هو جامبر. غريفن كان شايف ديفيد من قبل، ولكن ديفيد ما عرفوش. غريفن ما ضيعش الوقت وشرح ليه كلشي بما فيها واحد الحقيقه خطيره، خاصو يبعد على البلادينز والا غيقتلوه. قال ليه ان البلادينز ما كيطردوش غير الجامبرز، كيطاردوا حتى الناس اللي كيبغيوهم. باش يلقاو الجامبر يقدروا يعذبوا يضربوا وحتى يقتلوا العائله ديالو. غريفن حتى هو ماتوا والديه على يد البلادينز، وبينما كيعاود ليه قصته هاجموهم جوج بلادينز وتضروا قتلوهم. بداو كيتنقلوا كيضربوهم من جهات مختلفه، وغريفن اللي كان كيغلب الغضب قتلهم بجوج. خدامه في الكولوسيوم شافت كلشي وجرات تعيط للبوليس. من بعد المعركه غريفن رجع للمخبأ ديالو ولقى ديفيد تما كيتسناه، وقال لي خاصك تمشي عند ميلي، تقدر تكون في خطر، وتنقل فورا عندها وحاول يخرجها بسرعه. ملي شافوا ديفيد وميلي خارجين من منطقه ممنوعه شدوهم بجوج في غرفه الاستنطاق. حاول ديفيد يشرح باللي كان غير في المكان الغلط في التوقيت الغلط، ولكن حتى واحد ما تيقو. فجاه دخلت مرا سميتها ماري رايس وقالت ليه يهرب دابا، ماشي اي وحده، هذه كانت الام ديالو، نفس الام اللي خلات ديفيد وباه ملي كان صغير. ماري عرفت باللي رولاند جاي يقتل ديفيد ورجعت في الوقت المناسب باش تعاون ولدها. ديفيد ما كثرش الاسئله، جرى عند ميلي شدها ومشاو للطياره، ولكن ميلي ما بغاتش تمشي بلا ما تعرف الحقيقه. قالت ليه شنو في الشنطه، وفاش فتحها تصدمات، عرفت باللي ما قالش ليها الحقيقه وباللي كان مخبي كلشي. مشات وخلاته والخاطر ديالها مكسور ورجعت لبلادها بوحدها. وحتى ديفيد كان دماغه مقلوب وماشي لخاطرو. رولاند مشى عند الاب ديال ديفيد وكيحاول يجمع معلومات عليه. قال لي ما شفتوش هذه 8 سنين، وسولو على الام ديالو قال لي غادرتهم ملي كان عند ديفيد 5 سنين. غريفن شرح لي ان البلاديز عمرهم ما شافوا الجامبرز كبشر عاديين، كيشوفوهم كتهديد خطير خاصو يتصفى. هاد الجماعه كانت كتصيد في صمت لسنين طويله وقتلت العشرات بحالنا، واللي حتى والديه تقتلوا بسببهم. ديفيد عرف ان كلشي اللي كيبغيهم ولاو في خطر. مشى للدار لقى باه طايح في الارض وتنقل به للسبيطار كيطلب المساعده، ولكن للاسف كان مات. بغى يحمي اللي بقاو فمشى مباشره للسجن فين مارك معتقل. واجهو وسولو بصراحه شنو قلتي ليهم. مارك بلا ندم قال لهم كلشي. ديفيد غضب بزاف، ولكن عوض ما يضربو رجع عند غريفن وطلب المساعده. ما بقاتش عندهم اختيارات، هربوا حتى للصين وبداو كيتمشاو في الشوارع. وباش يهربوا ساقوا طوموبيل من صالون فاخر. غريفن بدا كيسوق بسرعه وبداو كيتخطاو الطوموبيلات اللي قدامهم. ديفيد ما بقاتش عنده راحه في البال، كان برزت بزاف على ميلي. مشاو للمطار باش يشوفوا واش وصلات، وداز للبلاصه فين خدامه ما لقاهاش، وقالت ليه ختنا عاد كان هنا واحد الراجل كحل وشعره بيض كتقصد رولاند. مشى كيجري لدار ميلي كيحاول يعتذر ليها، ولكن هي رافضه تسمع ليه. داك اللحظه دخل رولاند مع جماعه البلادينز وهجم عليهم. ديفيد شد ميلي وتنقل بها بسرعه للمخبأ ديال غريفن، لكن كانت الفوضى كبيره وحتى البلادينز تشدوا في النقله. غريفن عاتبه وقال ليه راه بامكانهم يلحقونا عن طريق الاله اللي عندهم. ميلي كتحاول تعرف شنو واقع وقالت ليه منكم جوج. بداو كيتربصوا بهم وقال ليه شكرا حيت جبتيني عند صاحبك. غريفن كان واجد وما سولش، جبد الفلام وطلقوا عليه كيتقاتلوا والنار شاعله. غريفن منين شافو جرا وراه باش يقتلوا بيديه، ضربوه وخرجوه برا وقدر يهرب للندن. ديفيد كان مازال مربوط ومشات ميلي باش تعاونو، ورجع غريفن وبدا كيتقاتل معاه وانتقل به بعيد من تما. في داك اللحظه انتقلوا عند غريفن
لكن رولاند كان باقي تما. هرب وخدا ميلي معاه كرهينة في مخبأ استعملها كورقة ضغط. ديفيد كان خايف بزاف، لكن جريفن كان مبرد، ما بقى عنده ما يخسر. خرج القنبله وبغى يفجر دار ميلي فين كاين رولاند وميلي والبلادينز. قال لا غيموتوا يموتوا كاملين. ديفيد حاول يوقفو وبدا كيرغبو، ولكن جريفن ما بغاش يسمع. ديفيد شد الجهاز التفجير وبدا كيتنقل في العالم باش يهرب بيه. جريفن تبعو وتقاتلوا في بلايص مختلفه، الاهرامات، الشاطئ، وهما قافزين من ناطحات السحاب، في المسبح، القطب. المعركة كانت ملحمية حتى دار ديفيد فخ، وسجن جريفن في برج كهربائي وتنقل مباشرة لدار ميلي، ولكن وصل متأخر. البلادينز شدوه بالأسلحة الخاصة بهم وداروه في واحد العالم ما كيتصورش، لكن الحب كان أقوى من العالم. جمع القوة ديالو كلها، ورولاند تصدم في القوة ديالو وتنقل بالبيت كاملة باللي فيها للبحيرة المجمدة، نفس البلاصة اللي بدا فيها كلشي. ميلي فكات راسها وعنقاتو وتنقلوا بجوج للمكتبة، أول ما كان زار في حياته كجامبر. لكن المشكل ما سالاش، رولاند مازال تابعهم وهاد المرة خاصو يدفع الثمن. ديفيد تنقل به لبلاصة مهجورة غار وسط الجبل، ما فيه لا باب لا مخرج، خلاه تما يموت بوحدو حيت كيستاهل. ديفيد رجع لميلي، صلح كلشي، ومن بعد مشى عند الأم ديالو ماري، عاودت ليه كلشي وعرف الحقيقة كاملة. ماري كانت بلادين وعرفت أن ديفيد جامبر ملي كان عنده 5 سنين. باش تحميه اختارت تبعد، مشات من حياته، ولكن بدا فيه الحب ماشي الكره. وديفيد فهم وسامح، ودابا كلشي وراه، الخوف، الفقدان والماضي، ولكن اختار يعيش. رجع عند ميلي وشدوا يد بعضياتهم، تنقلوا للعالم بلا خوف على طريقتهم. واخا الفيلم فيه خيال علمي وتنقلات خارقة، الرسالة ديالو إنسانية وعميقة. ماشي كلشي عنده قوة كيستعملها للشر، وكاين اللي كيختار يعيش بسلام رغم أن العالم كيطاردو غير على شنو هو. كان ممكن يكون وحش، خصوصا من بعد ما تخلت عليه الأم ديالو وهربت هو مازال عنده 5 سنين، ولكن حتى هي كانت مضطرة تبعد عليه. بدا فيه الحب لأنها من نفس النوع اللي كيقتل بحالو. ديفيد عاش وحده وسط السفر، الفلوس والسرعة، ولكن قلبه كان ديما كيقلب على الجواب. الهروب ماشي حل، والماضي ماشي حكم نهائي.